قصة شفاء من سحر التعطيل. قالت: ربنا ابتلاني بسحر تعطيل الدراسة، كنت متفوقة جدا ومجتهدة جدا جدا، وفجأة كل لما اجي اذاكر احس ان انا عايزة انام، واحس بالغثيان وصداع شديد جدا، مش نافع معاه اي مسكنات، وكل اللي بحفظه بنساه، والاحلام بتاعتي كلها عبارة عن ان انا ماشية في طريق ومش عارفة اوصل للمكان اللي انا عايزة اوصله، او السيارة بتاعتي بتتعطل، او ان انا ضيعت الحذاء بتاعي ومش لاقياه، وعندي وجع في المعدة وبحلم بكوابيس كتير، واهلي كانوا بيفتكروا اني محسودة. لكن لما بدأت اواظب على قراءة سورة البقرة واسمع الرقية الخاصة بالسحر، بدأت اتعب جدا ويحصل لي استفراغ بمواد غريبة، واحس بعدها ان انا مرتاحة. وكان القرآن الكريم وسماع الشيوخ اللي بتعالج بالقرآن فقط وبالطريقة الصحيحة هم اكبر داعم معنوي ليا، وكانوا بيشجعوني على العلاج والصبر والعزيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.